الموسوي كي توسع آخر البطاقات المؤهلة إلى دور الثمانية، آخر البطاقات للمربع لكبار الثمانية البطولة بنقلة وتغيير مسار موسى عباس. الانطلاقة لبداية مصدر الاطمئنان رضا الضيف حارس أولمبي نادي الخليج الكابيتانو ناصر ايوه. وش تبي اكثر من كذا يا جعفر يا مسكين؟ وش تبي من ناصر لمحمد عطية؟ محمد المسكين التسديد النوايا هجومية، النوايا لدور زين الدين يناظر، زين الدين تغيير المسار من اليسار لليمين عالية رأسية. يا مسكين يا مسكين، كان بالإمكان أفضل مما كان. مسكين عبد الله لناصر الود وفدوات يضغطون يلعبون في منتصف ملعب كيتوس تسديده. العارضة غيورة يا كيكس في الكرة الماضية. توسي ناظر موسى التمريرة من زين الدين، البحث عن المساحة، البحث عن أحد أخطر الأسلحة، التسديد من خارج المناطق الجزائية أمامية ناصر. الماحوزي يتألق. شخصية رياضية مهمة، الصحفي على الاستاد الإسلام النصر الذي يغطي كرة خطرة عالية ممكن لكيتوس، خطرة هي أول الكسار، عرضية عالية، البحث عن أول الأهداف إلى ضربة ركنية يغطي. ممكن تشاهد هدف قادم قبل انتهاء الحصة الأولى. الكرة لمصلحة الموسوي المسكين الماحوزي في دفعتين حصل عليها بالجرينتا، بالروح، بالإصرار، بالعزيمة. الماحوزي أعاد الكرة ثنائي متفاهم على الجهة اليسرى، ثنائي خطر ناصر لاعب الكرة للمسكين، المسكين اللي يحسن في مكان، يحسن لناصر التسديد. الله الآن يستاهل للأمانة اللي يضع المنطقة الشرقية بأكملها في عين الحدث. سليس عرضية هي مديرة وزعج يحب الإزعاج. سليس يحاول في الكرة، سليس يا عيني على الكرة الماضية. توجيهات انهاء الامور قبل الوصول الى ركلات الحد الترجيحيه. الخطاب البديل راسية يا الله بالسنتيمتر. انتو ضميرك لا هذه شلون ضاعت، هذه شلون عدت، شلون ما كانت في الجول. طلع كرة لأحمد العلو، أحمد لاعب الكسار، سلمان مسنس رضا الدف يا جبار. الله الكسار الله يا رضا الدف. تعود لزين الدين محسن، حلوة الكرة الماضية باتجاه مهدي سالم، التسديد هو مهدي سالم. هذه الكرة الصاروخية، الله هذه اللي يقولون عنها اللقطة الإسلامية، لا ما هي الإسلامية، هذه اللقطة الاستجرامية، لا ما هي الاستجرامية. والعورات الرابحة عالية، الكرة أمامية، الجوادع تعثر، الكرة هذا لتيرا. شايفين اللي أنا شايفه. الله يا الموسوي، هذه أيامك والله يا محلى أيامك، الله يا محلى أحلامك.
محسن الأسمراني الأنيقة السمر يحسمون الأمور لأبناء سعادة. السمر العلامة الفارقة لا يقدمون بالموسوي. الله الله نحو دور الثمانية يصلون لحد الآن. في شوط المباراة الثاني كرة الجهة اليمنى انطلاقة هروب عرضية غدارة كرة القدم. غدارة كرة القدم لا تعترف بالمستحيل ولا كيتس أمامية عالية باتجاه حسن سليس يحضن سليس عالية رأسية. الله هذا هو الفدائي هذا رضائي ينقذ الموسوي. السالم لعبه على الجهة اليسرى إرسالية طولية زين الدين اللعبة كرة لأسيل أسيل انطلاقة إشفاقات يحاول يعدي يمر يا روعة الكرة الرياضية تلاعب كيف ما شاء لمصلحة بيتس. وفي هذه الأثناء أعلن حكم اللقاء صافرتي معلنة بنهاية اللقاء. إذا يشرفنا اليوم بكل تأكيد الحارس الدولي حارس المنتخب السعودي لكرة اليد وأيضا حارس نادي النور السد المنيع محمد السالم. أهلا وسهلا فيك. بالقبل كان موجود والدك أبو محمد واليوم موجود الولد وإن شاء الله باقي الأولاد يجونا في الأيام الجاية. كيف شفت دورة المنيرة اليوم؟ في البداية أشكرهم على دعوتي وأشكرهم على التنظيم المميز. كل سنة يعني أنا حضرت ممكن 3 سنوات، كل سنة كنت أشوف حاجة جديدة. يعني في تطور، فيه شغل من الكوادر، عدد الكوادر جدا عالي. يعني اليوم يعني قعدت ما يقارب ساعة أو 45 دقيقة، لاحظت يعني الكوادر الموجودين والمتطوعين في الدورة عددهم كبير. كل هذه الكوادر أتوقع قايمين وقاعدين يخدموا الناس، الله يجازيهم الخير ومشكورين على هذه الفعاليات اللي قاعدة تخدم مناطق القطيف وقاعدة تثقف أولاد القطيف. ومن هذا الباب أنا أشكرهم وأشد من أزرهم وأقول لهم للأمام وإحنا وياكم باللي نقدر عليه راح ندعمكم وراح نوقف معاكم في أي شيء تحتاجون. ما شاء الله. الوالد كان أعتقد لاعب كرة قدم وأنتم الأولاد صرتوا في كرة اليد، ليش ما توجهتوا لكرة القدم؟ احنا توجهنا ممكن للاعبي لكرة اليد لأن في وقتنا كانت أو في جيلنا لما كنا صغار كنا نشوف الجيل الذهبي لكرة اليد، كنا نشوف الإنجازات وكنا نشوف كل سنابس فرحانة كانت في البطولة العربية إذا ما خاب ظني في ذاك الوقت. طيب إذا كان ذاك الجيل ذهبي وش نقول على هذا الجيل؟ لأن نتحدث اليوم عن 3 ثلاثيات ل3 مواسم. هذا الجيل ما خلص، أتوقع ما خلص، لما نخلص نشوف الاسم. والجيل الذهبي هو دائما يكون هو اللي بدأ الإنجازات. أشكر الجيل الذهبي لأنه هيئ التربة الصح إلى الجيل الحالي، ونشوف بعدين لما ينتهي هذا الجيل وش راح تطلع مسمياته. طيب كلاعب كرة يد حارس كرة يد مميز ما شاء الله عليك، ما تحتاج إلى شهادتي، ما يصير ودكم أحيانا تلعبوا في كرة القدم؟ لا أكيد، يعني أنا لعبت في هذا الفريق، تشوفني تواجدي مو لأنه دعاني أبو سجاد ولا دعاني فريق المنيرة يعني. لعبت فترة في مش مباريات، كنت بعض الأوقات أجي وأتمرن معاهم بحكم علاقتي مع بعض الأشخاص الموجودين في الدورة. كنت يعني قريب لأشخاص وايد في الملعب هذا، وتربطني علاقة كبيرة بأشخاص كثيرة في هذا الفريق. حلو. طيب وش تقول لديوانية أبو نشأت؟ أتوقع بيشاهدوا المقابلة وأنت دائما موجود معاهم وسنابات وحركات، أكيد راح توجه لهم رسالة حتى لو تذكر بعض الأشخاص. يعني لما أنت تقول ديوانية مستحيل تذكر شخص، لأن ديوانية مجموعة أشخاص، مجموعة لا تذكر شخص بتضطر تذكر المجموعة، فلهذا ممكن تنسى أحد. وده أكيد يعني ديوانية أبو نشأت أخوة أصحاب
يعني ممكن أنا أجلس في الديوانية أكثر مما أجلس في البيت، فهذا أخواني يعني بيتي هذا المكان. أشكرهم على وقفتهم معنا ودعمهم لنا. ما عليه. طولت معك كثير لأن أنا أحاول أستفيد منك أكثر. في الآونة الأخيرة، السنوات الأخيرة، محمد السالم في كرة اليد أنت حارس مبدع نعم، لكن في السنوات الأخيرة لاحظنا تطور كبير جدا في مستواك، يعني يصل إلى فوق 300% بوجهة نظري الشخصية. وإيش الأسباب اللي خلت مستوى محمد سالم يقفز بطريقة قوية جدا يعني؟ ممكن النور يعيش في ذي الفترة فترة انتقالية كمجموعة. المجموعة تعطيك الشحنة اللي أنت تحتاجها، تعطيك الإضافة اللي أنت والمساعدة أن أنت تقدم جميع الإمكانيات تعطيك إياها وتساعدك أن أنت تكون دائما في وضعية مميزة دائما. فهذا أشكر جميع اللاعبين على وقفتهم ومساندتهم محمد، وأكيد أي شخص يتعب راح يحصل تعبته، يعني يد الله مع الجماعة، واحنا اشتغلنا كمجموعة وقدرنا نحصل اللي نبغاه. والله كل شوي اقول سؤال اخير بس يجيني سؤال، كيف قدرت تتجاوز اصابة الوتر وهي تعتبر من اصعب الاصابات الرياضية وعدت بمستوى كبير؟ إصابة الوتر كانت من أصعب الإصابات، حرمتني سنة موسم كامل ما لعبته، وكانوا الكل يتوقع أني ما ألعب أو ما أجهز لنهاية الموسم، بس الحمد لله يعني كانت هذه العقبة قدامي أن أنا لازم ألعب لو حتى نهاية أو ختام الموسم. ولعبت قبل نهاية الدوري بجولة، ولعبت بطولة النخبة وكنت جاهز لأن أخوض المنافسات، ومنها على طول رجعت. ساعد اللي ساعدوني أشخاص كثيرين يعني، وبحب أذكرهم وأشكرهم على وقفتهم. أولهم على رأسهم الدكتور خالد الزاير والأخوي وصديقي ما أدري وش أقول عنه مناف، يعني وجود إصابتي ووجود فترة مدرسة مناف للأمانة خدمتني وقدمت لي، لأن بعد فترة التأهيل رجعت للملعب وأنا جاهز 100%، لأن كنت بعض الأوقات أو أغلب الأوقات كنت بعد تمرين التقويات اللي هو تجهيز الإصابة كنت أدخل قبل لا أدخل الملعب، كنت أدخل مع مناف أو مدرسة مناف كنت أتدرب معاهم. وهذا أحب من هذا المكان أحب أشكر أخوي مناف على وقفته وقبوله أن أنا أكون أحد تلاميذ مدرسة مناف في ذي الفترة. شكرا محمد سالم حارس نادي النور والمنتخب السعودي على هذا الحديث الجميل، وشكرا على هذه الإطلالة المميزة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن فوز فريق الموسوي على حساب كيتوس في مباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة بهدفين مقابل هدف، وبذلك آخر البطاقات الواصلة لدور الثمانية الدور ربع النهائي في بطولة المنيرة 11 لكرة القدم. يقف بجانب الحارس وأفضل لاعب في هذا اللقاء رضا انتيف. أهلا وسهلا فيك رضا. اليوم مباراة وفي محاولات خطيرة حتى الدقيقة الأخيرة، ممكن شفنا كرة رأسية كانت من علي المرهون وتصدي جميل منك، ممكن في لحظات كانت ممكن أهم اللحظات في المباراة. والله كانت مباراة صعبة، يعني الفريق كيتوس بعد فريق كبير يعني عنده لعيبة وخاصة في الكرة الطويلة يلعب، فاحنا استغلينا يعني فرصتنا في الكرة الأرضية الباصات، يعني هذا كانت نقطة ضعفهم وقوتهم في الراسيات كذا، فيعني فرص جت كثيرة بالدفاع يعني بقوة دفاعنا واحنا يعني مع الحماس الفريق والروح كده وقفلنا، ويعني جاء على آخر دقائق هدف، يعني كان مباراة صعبة 2-1 مباراة خطيرة، يعني جي التعادل بعدين البلنتيات يعني صعبة، فالحمد لله فزنا يعني 2-1. طيب وش التوجيهات اللي أعطوكم إياها اليوم قبل المباراة؟ والله بس يعني كلمونا عن فريق الخصم، يعني إن الخصم عندهم طول في القامة وكذا، يعني طوال في لعب في الرأسيات وكذا، فيعني قال لنا في اللعب حاول تلعب كله في الأرض، فاستغلينا ونجحنا فيه الفكرة. حلو، شكرا رضا نتيف. خلينا بعد ايضا نرحب بالكابتن ناصر التركي لاعب فريق الموسوي. الف سلامة عليك في البداية. طبعا خلينا اول شيء نبارك لك ونطمن على اصابتك، وش صار فيك بالضبط؟ الظهر فيك عندك كم غرزة؟ والله الله يبارك فيك، اولا 3 غرز بس في الحاجب الشق بس. اوكي، امورك طيبة. طيب بالنسبة للمباراة كيف شفت المباراة امام فريق عنيد فريق كيتوس؟ والله هو اللي نقول مبروك لنا وهارد لك
كيتوس. صراحه فريق محترم وحرام يطلع من هالادوار دي، يعني كنا نتمنى نتقابله في النهائي او يوصل لدور الاربعه. يعني فريق زي هذا والله محترم صراحه. طيب ما شاء الله عليك، دائما تبذل مجهود في الادوار الدفاعيه والادوار الهجوميه. ما هي التوجيهات اللي اعطيت لكم اليوم قبل المباراه، وكيف يعني كيف الانسجام الموجود عندكم كلاعبين؟ اولا احنا عندنا انسجام لان اغلبنا نلعب مع بعض وكلنا نجلس في ديوانيه واحده، فعشان كذا نكون روح واحده يعني. واكثر شيء احنا نبغى نلعب الكره الباص في الارض، يعني من الرجل للرجل. هذه اكثر توصيات يعني المدربين اللي عندنا، اكثر شيء باص في الرجل، وان شاء الله نوصل الجول ونسجل، يعني نستغل الفرص، لان قاعدين نضيع بكثير في كل مباراه، نضيع جول جولين اكثر شيء. طيب اليوم الناجي غريب غايب بدون عذر، وش عقابه؟ نعاقبه ان شاء الله المره الجايه، بنقول له يقعد في المدرجات. اوه شكرا جزيلا حبيبي يعطيك العافيه. كابتن ناصر تركي اذا لاعب فريق الموسى. يقف بجانبي اللاعب علي المرهون لاعب فريق كيتوس. اليوم مع المباراة المثيرة حتى الدقائق الأخيرة كانت لك رأسية وتصدى لها حارس المرمى، وش شعورك مع هذا الرأسية؟ والله انا والله في الدقائق الاخيره حاولت اتقدم. اي مباراه احنا مهزومين لازم نتقدم، الفريق كله يتقدم. دقينا بالراس وتوفق الحارس، ما ادري اسمه الصراحه. رضا نتيف والله مبدع. هو يلعب الخليج صح؟ نعم مولون بالخليج. اي والله اليوم ما قصر، والله هو اللي شال فريقهم اليوم. احنا بعد اليوم ما توفقنا وهم يستاهلون. دائما تقولوا ما توفقنا، دائما تقولوا ما توفقنا، يعني انتم قدمتوا حق الفوز؟ اليوم قدمنا اللي علينا، اليوم قدمنا اللي علينا، والدليل ان الحارس هو افضل لاعب اليوم في المباراه. يعني احنا اللي بادرنا اليوم. الكرة كلها توفيق، يعني اي فريق بيخسر يقول ما توفق. لازم لو احنا انهزمنا 6 و7 بقول ايه هنا التوفيق مو موجود، هنا اللعب. بس انهزمنا في 2-1 وفي الدقائق الاخيره في ضربه جزاء يمكن مشكوك في صحتها، ما نقول بعد الى راي الحكم، بس نخصم عليك. اخصم هذه ضربه جزاء حق كذا حبيبي. طيب واضح انك مقتنع يعني بابتسامتك وحديثك، ويعني وعلى حديثكم على مستوى المباراه واضح بانك يعني مقتنع بمستوى الفريق اثناء البطوله ووصولكم الى دور 16. شوف اذا بتلعب كوره بفريقك، انت فريقك نفسه اللي تلعب به طول السنه، يكون عندك هدف واحد، ان انت ما تخسر فريقك. اليوم الفريق يلعب بكل روح، بكل قتال، بكل شيء عشان يفوز اليوم بس، وهذا اللي نبغى نوصل له. مو شرط انا ما تعديت المرحله صحيح، بس اهم شيء ما طحت. انا للحين واقف على رجولي ما طحت. يا سلام عليك. طيب في عندك مدافع تقتدي بعالميا، اشعر بذلك انا. وش تشعر يعني في لاعب عالمي مثلا متاثر فيه شيء؟ متاثر فيه انا كنت متاثر بكانافارو صراحه. كانافارو الايطالي. والحين الحين راموس. شكرا على المرهون. اذا تبغى توصل لراموس حبيبي يعطيك العافيه. اذا ايضا لدينا لقاء اخر مع الاعلامي حسام النصر الصحفي في جريده اليوم والضيف الحصري لبرنامج MBC برو سبورت، ننتظر يجينا. طبعا هو من اكثر الشخصيات اللي تغطي دائما لمجريات البطوله خلال ممكن 3 سنوات 4 سنوات ما شاء الله، دائما على صفحات الميدان. دورة المنيرة، كيف شايف دورة المنيرة بما انك غطيت في اكثر من سنة؟ كيف شايف البطولة كتنظيم وكأيضا حتى نقول كأخبار، يعني في تنوع الأخبار؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة في تنوع وفي تقدم كبير في التنظيم، يعني سنة بعد سنة في أشياء جديدة تكون موجودة، سواء في افتتاح، في نصف المباريات، في النهائي، كل سنة يكون في شيء جديد. الشيء اللي ينقص دورة المنيرة أتوقع والله أعلم يعني أنه تحتاج دعم أكثر من رجال البلد في المنطقة الشرقية وخاصة في محافظة القطيف. أعتقد شيء أو صرح مثل هذا الشيء يحتاج دعم. شباب ما شاء الله متطوعين موجودين جالسين يقومون بدور كبير. الوالد رحمة الله عليه أستاذ عيسى الحمران الله يرحمه ترك إرث لعياله، وما شاء الله عليهم متواصلين من سنوات طويلة وهم موجودين في هذا الملعب. وأعتقد أنه هذه مسؤولية كبيرة، أنه سنة بعد سنة قاعدين يقدمون شيء أفضل، وكل إن شاء الله في ميزان حسنات. الأمور الخيرية اللي قاعدة تصير في الدورة والأشياء الإيجابية كلها تعكس بشيء إيجابي لأبناء المنطقة ومحافظة القطيف. وأتمنى إن شاء الله أن يكون في المواسم الجاية رعاة أكثر. شباب يحتاجون دفعة معنوية ومادية لتقديم الأفضل،
وكمستويات فنيه تقريبا يعني مشابهه لباقي الدورات. الهدوء بعض الاحيان يعم في الدوره، ولكن ما شاء الله يعني وجود مدرج خاص، اعتقد هذه ميزه غير موجوده في كل دورات محافظه القطيف، خاصه انه المدرج اسمنتي يعني فيه سيفتي وفي امان، واعطى مساحه ايضا للمنظمين في الجهه المقابله ان يكون تحركات بدون ازعاج وبدون جماهير رايحه جايه. اتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله ومزيد من التطور والنجاح ان شاء الله. طيب انت اليوم ما شاء الله عليك فضلت انك تجلس في الاسمنت وتركت الكراسي الموجوده اللي دائما يكون موجود فيها الشخصيات، كيف شفت المباراه من منطقه جلوسك زي نادي الخليج؟ والله شوف صراحة أنا أعتبر نفسي ابن من أبناء هذه الدورة، صراحة صار لي 3 سنوات مع الشباب موجود، حتى ولو من بعيد لبعيد، فأجي بعيد عن الرسميات يعني، فحبيت أكون في المدرج على أخذ نظرة كاملة يعني، لو كان في شيء سلبي ممكن أوصله لأعضاء اللجنة المنظمة، ممكن يتخطونه في الدورات الجاية أو في المباريات القادمة، فلذلك فضلت يعني. ولكن يعني منظر او منطقه الشو في المدرج اعتقد مره مميزه، تعطي الزاير او الجمهور نظره كامله. الفيو عجيب يعني. الفيو عجيب ما يحتاج. طيب ما شاء الله عليك شاركت في أولمبياد ريو جانيرو في البرازيل، وأيضا شاركت في بطولة التضامن الإسلامي مؤخرا. هل في جديد بالنسبة إلى المشاركات الخارجية، بالنسبة أيضا لظهورك التلفزيوني على قناة MBC برو سبورت؟ والله الإنسان دائما طموحه لا يتوقف يعني، خلصنا من دورتين وهذه طبعا من ثقة المسؤولين في اللجنة الأولمبية العربية السعودية. الواحد يحتاج أنه يعمل أكثر، يبرز، وفي النهاية أي قرار أو أي مشاركة تجي بعناية، اختيار بعناية من قبل اللجنة الأولمبية العربية السعودية. هذا شيء، في بطولات قادمة إن شاء الله، إلى الآن ما في شيء أكيد، ولكن متى ما سنحت الفرصة أو متى ما كان الاختيار يخص حسام فأنا أكيد جاهز سواء لخدمة المنتخبات أو الاتحادات في الرياضية في المملكة. بالنسبة للظهور الإعلامي في القنوات الحمد لله يعني شخصيا أنا مرتاح يعني في الظهور، سواء في القنوات الرياضية السعودية أو في قنوات MBC برو أو عن طريق الراديو. الواحد يتمنى أن يكون يقدم محتوى يعني يعتبر فيه معلومات إلى المشاهدين والمستمعين، وفي النهاية نفس القرار في اختيار في البطولات، أيضا الاختيار أو الخيار يكون للمعدين البرامج باختيار الشخص المناسب للحديث عن التقارير الموجودة خاصة في رياضة المنطقة الشرقية. وطبعا ساعات الفرصة تكون قليلة خصوصا يعني بعد هبوط نادي الخليج، قلت الأندية في المنطقة الشرقية في الدوري جميل، عندنا الآن الاتفاق والقادسية فقط، ولكن الواحد يأمل يعني أنه مع وجود رابطة دوري محترفين في دوري الدرجة الأولى يكون في هناك فرص أكثر، سواء الشباب الإعلاميين وأنا واحد إن شاء الله أكون منهم، أنه تكون في فرصة سواء للظهور أو للتغطية أو للتواجد في مثل هذه المحافل المحلية. حلو، خليني أرجع معاك شوية. وش الرسالة اللي توجهها لإعلاميين القطيف لدعم مثل هذه الدورات الخيرية؟ والله شوف، التواجد بعض الأحيان قد يكون واجب والدعم واجب، ولكن لازم على مسؤولين الدورات الإعلام يحتاج إلى شيء بسيط من التقدير، دعوة بسيطة من المنظمين تصل إلى الإعلامي، أعتقد أن تزرع فيه شيء الكثير. مجرد رسالة واتساب. بالضبط، حتى رسالة واتساب. اليوم دعوة الكل يقدر يسوي دعوة للحضور. لازم المنظمين في الدورات محافظة القطيف يقدروا إعلاميين المنطقة، خاصة إعلامي محافظة القطيف ما شاء الله كثر موجودين، وجودهم أعتقد راح يعطيهم دعم وراح يضيف لهم شيء كثير سواء تواجد. وأتمنى أنه المنظمين أيضا يركزون تركيز تام على لاعبين المنطقة الشرقية في الحضور ودعواتهم، لأن هذا الشيء راح يعطي زخم إعلامي للبطولة، وإن كانت البطولة ناجحة إعلاميا ولكن وجود مثل هاللاعبين أو في الأسماء، خاصة عندنا أسماء ما شاء الله موجودة في المنطقة الشرقية كلاعبين، أعتقد راح تعطي زخم كبير. ولازم المنظمين يركزون على دعوة الشخصيات الرياضية واللاعبين، وأيضا يقدرون الإعلاميين محافظة القطيف، لأن اليوم مستحيل أي إعلامي قد يكون بعض الأحيان أنا أجي على حساب خاطر على المحسن، أجي على حساب عقيل الحمران، على حساب فلان أو علان، ولكن
نوعا من الرسميه اعتقد راح تزرع شيء كثير في اعلاميين القطيف، راح تعطي دعم كبير للدورات. حلو. بس بسألك سؤال، عندنا ما شاء الله في البطولة طبعا تقنية خط الصقر اللي هي ممكن تمنع بعض الأحيان في بعض الأهداف ألغيت في هذه السنة، كانت ممكن أول استفادة فعلية في إلغاء هدف في بعض المباريات في تقنية موجودة في كاميرا داخل المرمى. كيف تشوف هذه التقنية، وخصوصا الآن ممكن أنت رحت في العديد من البطولات المنطقة الشرقية، وأنا أعتقد أن حتى بطولات على مستوى المملكة ممكن ما تمتلك مثل هذه الميزة، ما تعطي خلينا نقول ممكن مزيد من يعني خلينا نقول القرارات الصحيحة. ممتاز. هذا مثل ما قلت لك انه دوره المنيره تمتاز انه سنه بعد سنه فيها تطورات. العام الظاهر كانت في تجربه الى الكاميرات داخل الشبك، اليوم كان في تقنيه مثلا عين الصقر، بس هذا الشيء مخفي للاعلام، هذا الشيء المفروض اللي يظهر كل الناس سواء في محافظه القطيف او خارج محافظه القطيف تعرف انه في دوره بحجم دوره المنيره فيه مثل هذه التقنيه، فيه مثل هذه الاشياء، هذه الاشياء لازم تظهر للاعلام سواء عن طريق اللجنه الاعلاميه في البطوله او عن طريق حضور مثلا الشخصيات الرياضيه. لما اليوم تجي تكتب 140 حرف في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا في تويتر او الفيسبوك انه والله في دوره المنيره كذا كذا اللون، هذا الشيء يعطي نظره ايجابيه الى الناس او الاشخاص من خارج المنطقه انه في ناس قاعده تعمل وقاعده تشتغل وقاعده تطور، واشياء قد لا تراها بعض الاحيان موجوده حتى في الدوريات الرسميه في المحافظه في المنطقه الشرقيه او على مستوى المملكه العربيه السعوديه. فاعتقد مثل هذه الاشياء شيء مميز لازم يظهر للعيان. طالما انت تعمل في منظومه داخليه في مكان محصور، اعتقد هذا الشيء راح يضر بالدوره ونتاجه او انعكاسه ما راح يوصل الى خارج المنطقه. تعبتك واجد، يبغى لك تشرب ماي. كلمه اخيره. اول شيء شاكر لك زميلي واستاذي علي على الدعوه الخاصه اللي جات منك وللجنه المنظمه، واتمنى لكم ان شاء الله دوام التوفيق. متابعكم مع السناب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في حراك كبير، ولكن نصيحتي أو ملاحظتي لابد أن يطلع أو لابد أن يخرج كل هذا الإبداع خارج منطقة القطيف، حتى كل الناس تعرف أنه في ناس مجتهدين متطوعين يعملون في اليوم أكثر من 7 ساعات فقط لإنجاح دورة معينة تعتبر دورة مغمورة غير معروفة خارج المنطقة. شكرا إذن لحسام النصر الصحفي في جريدة اليوم على هذا الحديث. إذن هكذا كانت آخر لقاءاتنا لهذه الليلة، آخر ليالي دور 16 من دورة المنيرة 11 لكرة القدم.